السلام عليكم. عندي خبر زوين وانا فخور ان الله كتب لي نكون اول واحد غير يقولها لكم. ما عمري قلبت على السكوب، ما عمري قلبت، ولكن شي حاجات كيجيو بحال هكا بوحدهم. اليوم كنت كنصور بودكاست في اطار بودكاست الدارجه اللي دازوا فيه الحلقات مع السي مزور ومع السي الرشيدي ومع السي السعدي الوزراء المحترمين. كان اليوم عندي بودكاست مع السي يونس السكوري. يونس السكوري اللي كنتعرفوا من شحال هادي، من ايام المنتدى الوطني للشباب والمنتدى العالمي للشباب. وطرحت عليه واحد السؤال كنت كنقلب عليه، شحال ديال الناس كانوا كيتشكاو ليا ما غتبقاش شي حاجه في المغرب سميتها 12 ساعه، الشيفت ديال 12 ساعه سالينا من داكشي. هذاك في قانون الشغل القديم كان على لي كونسيرج اللي كيكونوا في العمارات، يعني الحراس العماره لان كيكونوا خدامين باوقات متقطعه، وديك 12 ساعه كانت متقطعه. هذه المساله قانونيا كانت كتستعمل في البومات ديال ليسونس وعند حراس الامن الخاص، الناس ديال جروب كات سيكوريتي وبزاف ديال الشركات واحد اخرين اللي ما كانوش كيخرقوا القانون بهذيك المساله ديال الخدمه ديال 12 ساعه. ولكن الامر كان غير انساني بالمره، فاعلنوها بانه ابتداء من دخول البرنامج الجاي ان شاء الله في افريل غادي يتحط القانون في الغرفه الثانيه، من بعد غيمشي للغرفه الاولى والغرفه الثانيه، ومتفقين لا الاغلبيه الحكوميه ولا المعارضه، حتى شي واحد ما يقدر يعارض هذا القرار، ما غيبغي يعارض هذا القرار لانه غير انساني انك تقول لا الناس خاصهم يخدموا 12 ساعه. فالشركات اللي كيديروا دو شيفت ديال 12 ساعه في 12 ساعه توليو ديروا 3 شيفت ديال 8 سوايع في 8 سوايع في 8 سوايع، وما كاينش شي مغربي ان شاء الله غيبقى يخدم 12 ساعه. صافي القانون غادي يخرج، غادي ياخذ شويه ديال الوقت، ما عرفتش واش شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، ولكن صافي ان شاء الله بشرى لنا جميعا، لانه بزاف الناس كانوا كيتلاقاو بيا وكيتشكاو ما كاينش شي حاجه في المغرب باقا سميتها 12 ساعه، وهذا خبر زوين.